أهلا بيكم في مساحة جديدة من الهدوء والتفكير والصدق. النهاردة هنتكلم عن الفراغ العاطفي، مش الفراغ اللي بيحصل بعد انفصال ولا اللي بيحصل لما نحس إننا لوحدنا، لكن الفراغ اللي جوانا من زمان، اللي يمكن بنهرب منه بالعلاقات أو بالسوشيال ميديا أو حتى بالشغل. الفراغ اللي بيخلينا نحس إننا محتاجين حد، أي حد، بس مش عارفين نملاه بنفسنا. طب يعني إيه أصلا فراغ عاطفي؟ ويعني إيه نملاه من غير ما نستنى حد يجي ينقذنا؟ خليني أحكي لك حكاية. زمان واحنا صغيرين كنا دايما بندور على الحب في عيون الناس اللي حوالينا، أهلنا، أصحابنا، المدرسين، أي حد. وكنا بنتعلم نقيس نفسنا بنظرتهم لينا. لو قالوا علينا شطار حسينا إننا ناجحين، لو تجاهلونا حسينا إننا مش كفاية. كبرنا ولسه بندور على نفس النظرة، نفس الحضن اللي يطمنا، نفس الكلمة اللي تقولنا أنا شايفك. لكن الحقيقة الناس مش دايما حاضرين، ومش دايما عندهم القدرة أو الوعي إنهم يملوا الفراغ اللي جوانا. أوقات بنحس إننا لوحدنا وسط ناس كتير، أوقات بنرمي نفسنا في علاقات مؤذية بس علشان ما نبقاش لوحدنا. أوقات بنسكت لما نتوجع علشان ما نخسرش اللي حوالينا. الفراغ العاطفي بيخلي صوتك الداخلي ضعيف، بيخليك محتاج دايما رأي الناس، وجودهم، دعمهم. بس الحقيقة مفيش حد في الدنيا يقدر يديك الحب اللي انت مش مديه لنفسك. طيب نعمل ايه علشان نملى الفراغ اللي جوانا؟ اول حاجة، اعترف بالفراغ بصراحة وبكل وضوح. قول لنفسك انا حاسس اني وحيد، انا محتاج اني احتوي نفسي. ابدأ تحب نفسك فعليا، مش مجرد شعارات. مش كفاية تقول انا قوي. اسأل نفسك ايه اكتر حاجة بحبها فيا، ايه اللي بيديني راحة حقيقية. امتى اخر مرة كنت لطيف معايا زي ما بكون لطيف مع اي شخص بحبه؟ اقعد مع نفسك، ساعات الفراغ بيبقى صوت محتاج تسمعه. اقعد من غير الموبايل، من غير ضوضاء. اكتب مشاعرك حتى لو ملخبطة. افتح قلبك لنفسك زي ما بتفتحه لصحابك. العلاقات مش حل، هي مراية. العلاقات الحقيقية مش بتملى فراغ، هي بتعكس اللي جواك. لو مليان حب وسلام هتجذب حد شبهك، لكن لو جواك وجع هتلاقي نفسك بترجع لنفس النقطة. اعمل حاجات بتحبها بصدق، مش لازم تبقى حاجة عظيمة. يمكن شاي على البلكونة، أو تمشية، أو رسم، أو حتى حضن لنفسك. المهم تحس إنك موجود وإنك تستحق تكون مبسوط. اسأل نفسك إيه أكتر حاجة كنت بتتمنى تسمعها من حد وممكن تقولها لنفسك دلوقتي؟ هل لو فضلت لوحدي هقدر أحب نفسي؟ هل ممكن أبقى سندي الحقيقي؟ كل سؤال منهم ممكن يفتح باب، باب جواه نور، بس محتاج إن انت تدوس عليه. خد نفس عميق وقول معايا بصوت هادي، أنا شايف نفسي، أنا بحب نفسي حتى في لحظاتي الضعيفة. أنا مش ناقصني حد، أنا كامل، أنا أستحق الحب، وأنا بدي نفسي الحب ده دلوقتي. أنا كفاية زي ما أنا. كررهم مرة تانية ببطء. ليه تستاهل تملى فراغك بنفسك؟ لأنك تستاهل تكون في سلام من غير ما تبقى معلق بوجود حد. لأنك تستاهل تكون حر من الخوف والاحتياج الزايد. لأنك لما بتحب نفسك بصدق كل حاجة حواليك بتتغير، وهتتفاجئ إنك مش بس بتبطل تدور على حد يملاك، لكن بتبدأ تكون مصدر نور للناس اللي حواليك. الحب الحقيقي بيبدأ من جواك. عارفة إن إحنا بنتربى على فكرة إن الحب بيجي من بره، إنه لازم يكون في شخص بيحبك، بيطمنك، بيشوفك. بس الحقيقة اللي كتير مننا بيكتشفها متأخر هي إن الحب الحقيقي مش حاجة بتيجي من الناس. الحب الحقيقي هو الحالة اللي بتكوني فيها مع نفسك. لما تبدأي تحبي نفسك بتبطلي تبرري مشاعرك، بتبطلي تعتذري عن وجودك، بتبطلي تدوري على حد يثبتلك إنك كفاية. الحب اللي بيدوم هو اللي جاي من جواك، من اهتمامك بنفسك،
من احترامك لمشاعرك، من إنك تبقى صادق مع ذاتك حتى في ضعفك. دلوقتي عايزاكي تاخدي نفس وتفتحي نوتة أو ورقة أو حتى موبايلك، واكتبي عنوان: أنا هبدأ أملى الفراغ ده من جوايا، وتحتيه اكتبي خطوات حقيقية بسيطة وتقدري تنفذيها. هقضي وقت مع نفسي كل يوم 10 دقايق من غير موبايل. هتكلم مع نفسي زي ما بتكلم مع حد بحبه. كل يوم هكتب جملة حب لنفسي. هسمح لنفسي أبكي لو محتاجة، وهطبطب على نفسي بعدها. هبدأ أهتم بجسمي مش علشان الشكل، علشان هو يستاهل. الخطوات دي مش رفاهية، دي إنقاذ، بداية حياة جديدة فيها نضج، فيها وعي، فيها حب بجد. خدي لحظة دلوقتي واسألي نفسك السؤال ده بصدق: هو أنا فعلا حاسة إني كفاية، ولا لسه جوايا صوت بيقولي أنتي ناقصة؟ الصوت ده مش صوتك الحقيقي، ده صوت التجارب اللي عدت، وصوت الناس اللي ما فهموكيش، وصوت المجتمع اللي حط مقاييس مستحيلة. لكن جواكي في صوت تاني أهدى، صوتك أنتي، الصوت اللي بيقولك: أنا مش محتاجة أكون شبه حد، أنا مش لازم أثبت أي حاجة لأي حد، أنا كفاية حتى وأنا تايهة، حتى وأنا بتعلم، حتى وأنا مش مثالية. لو كل يوم قمتي الصبح وقلتي لنفسك الجملة دي: أنا كفاية، هتبتدي حاجة تتغير جواكي، حتى لو بسيطة، حتى لو مش باينة، بس البذرة هتتزرع وهتكبر. دلوقتي عايزاكي تعملي حاجة صغيرة. اقفلي عينيكي لو ينفع، وتخيلي إنك قاعدة قدام نسختك الصغيرة، الطفلة اللي جواكي، اللي كانت دايما بتدور على أمان، على حضن، على كلمة تطمنها. شايفاها؟ شايفة قد إيه كانت بتحاول تبقى قوية؟ قد إيه كانت بتخاف تبين ضعفها علشان ما تتسابش؟ قربي منها، بصي في عينيها وقوليلها: أنا هنا، مش هسيبك، أنا شايفاكي وفاهمة وجعك، ومش هخليكي تفضلي تايهة تاني. احضنيها، لما تحسي الدموع جت في عينيكي اعرفي إن ده الشفاء الحقيقي، لأنك أخيرا قابلتي نفسك، من غير شروط، من غير أحكام، من غير محاولة تكوني أي حاجة تانية غيرك انتي. الفراغ العاطفي مش بيتملى مرة واحدة، ده مش كبسة زر، هو رحلة، رحلة هتكملي فيها كل يوم شوية. في أيام هتحسي فيها إنك أقوى، وفي أيام هترجعي تسألي نفسك: هو أنا فعلا تمام؟ وكل ده طبيعي، لأنك إنسانة بتكبري وبتعيشي وبتتغيري. بس في كل المراحل دي فيكي نور، وفيكي حب، وفيكي طاقة للحياة، حتى لو كانت مستخبية ورا الألم. أنا مبسوطة إنك كنتي معايا في المساحة دي، ويا رب تكون الكلمات دي لمست قلبك. افتكري دايما، انتي مش محتاجة حد يكملك، انتي كاملة من البداية، بس محتاجة ترجعي تفتكري ده. أنا هنا دايما، وهنقابل بعض تاني قريب في مساحة أمان وسلام وحب. سلام دافي لروحك، وافتكري كل مرة بترجعي لنفسك انتي بتروحي.